في الاول خالص كده عايزين نعرف يعني ايه علاقه مؤذيه، يعني ايه علاقه توكسيك؟ بصي، علاقات يعني احتياجات. ده كده اي بي سي في الاول خالص. علاقات يعني انا محتاجه منك حاجه وانتي محتاجه مني حاجه. كلنا بندخل اي علاقه بندور فيها على حب، تقدير، اهتمام. طيب انا دخلت العلاقه دي ولقيت نفسي مش بيجيلي احتياجاتي الاساسيه اللي انا داخله اوريدي العلاقه دي عشان انا عايزاها. يبقى العلاقه دي تتحول من علاقه هيلسي لعلاقه ايه؟ توكسيك. انا كده في حته غلط. وعايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا هتعمل ميزان لاي حد، ان في 3 اعمده لبناء اي علاقه. في 3 اعمده لبناء اي علاقه سويه وصحيه. اول حاجه الامان، تاني حاجه الاحترام، تالت حاجه مسؤوليات متبادله. تبقى زي مثلث كده. طيب امان بمعنى ايه؟ امان بمعنى الكلمه، يعني انا لو وعدتك وعد او انت لو وعدتني وعد ابقى قد الكلام ده. فانا هبقى جوه العلاقه حاسه بايه؟ بامان معاك. يعني ما تقولي كلمه او توعدني وعد تبقى قده. دي اول بوينت. تاني بوينت ان انا الاكتفاء. يعني ايه بمعنى الاكتفاء؟ يعني انا بحسس الشخص اللي قدامي ان انت بالنسبه لي كل حاجه في الدنيا، فانا مكتفيه بيك وانت مكتفي بيا. فهرجع احس بنمط العلاقه ان في امان. انا عارفه ان انا جواك، انا عايشه جواك وانت عايش جواك. مفيش حد في الدنيا دي كلها مالي عليا حياتي غيرك، وبيوصل لك الاحساس ده فعلا مش تمثيل. فانا ببدا احس بايه؟ بالامان. طب تالت بوينت في الامان في اختلافنا. الاختلاف حتى لما بنختلف في وجهه النظر انت مش بتهمني. فانا عارفه ان احنا لو اختلفنا قدام هنعرف نلاقي طريقه نتناقش بيها من غير ما تهمني. ده اول عمود ايه؟ الامان. الاحترام. بصي، الاهانه هي اكتر شيء بتكسر اي علاقه مهما كانت قويه، مهما كانت فيها حب. انت مش عارف تحترمني، نفارق باحترامنا. فانت لو دخلت العلاقه ما لقيتيش ان في احترام اصلا، بجد بجد نفارق باحترامنا، كل واحد يروح في حته. هو الاحترام احيانا بيكون في ناس اتربت مثلا في بيئات يعني مش مشجعه قوي ان يبقى الشخص مثلا بيعرف ياخد ودي مع الاخر او كده. فيعني ممكن يكون يعني ايه بيبقى محتاج شويه وقت، يعني اللي هو ممكن ما نقدرش ان احنا نحكم عليه ان هو محترم مثلا او غير محترم في الاول. ممكن يكون محتاجين زي دايما بيقولوا ان مثلا اول سنه جواز بيبقى الشريكين مش فاهمين بعض هو طبيعي مشاكل والكلام ده، لانه بيبقى كل واحد جاي من بيئه مختلفه ولسه بيتعودوا على التاني. فامتى نقول ان هو الشخص ده فعلا هو طبيعته؟ هو طبيعته، هو دي هو مكتسبها من البيئه اللي هو كان فيها. بس هو لازم يعترف ان انا عندي مشكله. ان لو انت الشخص ده ما اعترفش ان انا عندي مشكله، مش هقدر اغيرك غير لو انت اعترفت ان انت فيك مشكله، فيلا نغيرها سوا، يلا مفيش مشكله. يبقى عنده قابليه للتغيير او عارف ان انا عندي مشكله. انا مثلا بتعصب وبضرب مراتي او بضرب بنتي متعصب. اوكي، يعني انت معترف ان انت فيك حاجه غلط، يلا بينا نروح نشوف هنعمل ايه. لان انا مش هتحمل كده في العلاقه، هتسوق ما بيننا وهيجي بوينت في الاخر مش هقدر استحمل لو ما اتغيرتش. انت في طريق وانا في طريق. ثالث نقطه كنت بتكلم فيها المسؤوليات المتبادله. يعني حقوقي عندك هي مسؤولياتك اتجاهي، وحقوقك عندي هي مسؤولياتي اتجاهك. ولو انا ما اهتمتش بالتفاصيل دي يبقى انت اوريدي مش من اولوياتي اصلا. ده بنتكلم يا دكتور عن الراجل ولا عن الست؟ الاثنين. بصي، علاقه يعني الراجل محتاج منك اهتمام، حب، تقدير، ودي مسؤوليه الست. والاثنين لا شركاء. انا داخله علاقه شريكه معاك. يعني هتديني وهدي، خد وهات. هتبقى زعلان هتلاقيني، هتبقى تعبان هتلاقيني، انا ابقى تعبانه الاقيك جنبي. فالعلاقه السويه فيها تبادل. مفيش تبادل في خلل، على طول واضحه. دي طبعا. ناس كتير مش معلش اصل هو يعني بيحبني بس بيضربني بس. طيب والله حلو جدا يا انت مش شايفه حاجه. انا اقدر اغير من نفسي عشان احافظ عليكي. زي بالظبط ما بقدر اتعامل مع المدير، زي بالظبط ما بقدر اتعامل مع مندوب، مع اي حاجه بتتكلمي 5 دقائق في الاول بكل احترام. صح؟ ايوه انا مراتك، ليا الاحقيه الاولى لاي حاجه، او انا زوجك. فاحنا في البيئه هنا اتربينا ايه؟ الزوج ليه احترام وليه وليه وليه، والزوجه ايه؟ في حد سامع حاجه؟ مش موجودين. فمش كل البنات مش دلوقتي خلاص الوضع اتطور والبنات فهمت اكتر، عندها وعي اكتر. مش كل البنات هتقبل بالاهانه ومش هتقبل بتبادل العلاقه. فاهماني؟ فدي اول حاجه في اول السؤال اللي انت قلتي عليه.
طب امتى نقول ان العلاقه دي مؤذيه؟ يعني انا مثلا زوجة هو مع حد يعني مؤذي، بمعنى ان هو زي ما حضرتك بتقولي بيضرب، بيأذي، بيشتم، الكلام ده. امتى اقول ان انا يعني في مشاكل وهتعدي، او ان العلاقه دي فعلا توكسيك ولازم نخرج منها باي حاجه؟ طيب انا اقول لك على حاجه، في مشاكل عاديه، وفي يعني في علاقات عاديه بيحصل فيها مشاكل واختلافات، دي حاجه صحيه، وفي علاقات مؤذيه، يعني الفرق بينهم واضح جدا. العلاقه الصحيه في بينها فيها اختلافات. العلاقه الصحيه في جواها اختلافات، وده طبيعي لنمو العلاقه. ان انا عادي اختلف معاك، ما اعرفكش اصلا، يعني عرفتك سنه سنتين خطوبه مثلا، اوكي، دخلنا في الجد بقى في بيت، طبيعي هختلف معاك، بس هختلف ونصلح، هنتخانق ونسمع بعض، في احترام ما بيننا. انت عارف ان انا عندي احتياجات محتاجاها منك، وانت عارف والعكس، يعني في احتياجات انا المفروض البيها لك. انا مش خايفه جوه العلاقه، مش حاسه اني قليله. فالخلاف بيبقى في موقف، مش بيبقى نمط ثابت. موقف هيحصل فيه خلاف فهنصلحه واتعلمنا منه، فمش هيحصل قدام. وصلحنا الموضوع وصلحنا وهيتكرر نفس المشكله قدام، بس احنا اوريدي حليناها قبل كده. وما عادش هيتكرر نفس فالاثنين الاثنين بياخدوا قرار ان ده ما عادش هيتكرر. فلو واحد منهم خد قرار والتاني لا، انت. انما لو اتكرر تاني فاحنا كده دخلنا. لو اتكرر تاني انت بتستنزفني. انا بحس جوه العلاقه ان انا مش انا اسوأ من انا، يعني بدخل العلاقه بطلع منها حاجه اسوأ، مش عارفاني. انا مش عارفه نفسي انا في ايه، مع اني كنت بحبك جدا، بس هو في ايه بقى؟ مش انت كنت حلوه قبل كده؟ انت ايه اللي حصل؟ في حاجه اتغيرت فيا، في حاجه اتغيرت فيكي، بس للاسف اكتر البنات مش بتشوفها، بتنكرها بسبب اللحظات الحلوه اللي عاشتها في الاول في العلاقه. ده يعني ورد، شوكليت، تحبيني، عيد حب، حاجات بقى، ده انت هو ده اللي انا عايزاه، انت كنت فين؟ كل ده بيبقى يعني يلا عشان نتجوز. طب بعد ما نتجوز خلاص بقى، يعني فكك مني بقى، انا نازل ليه؟ ما انت كنت حلو وشغال، لا خلاص، فاهماني؟ فالراجل لازم يفهم ان انا محتاجه منك حاجات كتير زي ما انت محتاج مني حاجات كتير. فايه اللي بيحصل؟ بنتفق هنعمل ايه في العلاقه بقى الحلوه اللي بينا. احنا داخلين هنتجوز، حلو، هنعمل بقى شويه كده في بيبي، شويه كده في مدارس، ايه بقى سكتنا ماشيه ازاي؟ ففي ناس لا. وبرضو انا مش بظلم الراجل نشأ كده 3/4، مش كل الرجاله طبعا، مش بعمم، بس في انواع من الرجاله. انا راجل، اسمعش نفسك، انا راجل ليا الحق في كل حاجه، الذكوريه المطلقه يعني. في نوع من الرجاله كده، انا ما اقدرش اعمم طبعا، في رجاله محترمه وكل حاجه، بس انت بقى كبنت وانت داخله اي علاقه، او كراجل داخل اي علاقه، شوف النمط اللي معاك ايه، صحي ولا مش صحي. طيب العلاقه المؤذيه بقى مختلفه تماما عن العلاقه الطبيعيه. في ايه؟ العلاقه بتحسي فيها ان انت في غيره زياده، في تحكم، في سيطره، في تهديد بالانسحاب، في عقاب صمتي، في جاز ليفتنج، تلاعب عاطفي، في ان انا كل ما بقعد في المشكله احلها معاك بتطلعني ان انا اللي فيها المشكله. يعني المفروض انا وانت نركن على جنب ونبص للمشكله هنصلحها ازاي، لا انت اللي فيكي المشكله، وانت مهما تدي بتحسي ان انت مش شايف اي حاجه. يعني انا بفرهد عشان اعجبك اصلا، يعني انا بفرهد عشان انت تعجب بيا، مع اني قبل الخطوبه انت كنت بتجري ورايا. انت حضرتك مش عايزين نعلم برضو. ايوه لا انا ده جزء طبعا، مش كله، بس انا عشان بيجي لي حالات، اكتر الحالات اظن بتبقى نفس المشكله يعني. بجد بتبقى اللي هو ايه، ده خارج ودي خارجه نفس المشكله. فببقى يعني صعبان عليا ان الراجل اتربى، البنت بتتعود، عايزه تعيش، يعني برضو مش هعمم، بس اكتر البنات اللي بشوفها بتبقى مش عايزه تهدم بيتها، اعمل لك عشان ارضيك عموما، لان كمان عندها ماما بتقول لها اصبري يا بنتي عشان بيتك ما يتخربش، وعندك بيبي بالظبط. فهي بتحاول بتجتهد. فاغلب الحاجات انا بتجيلي بنفس المشكله، اللي هو ببقى استنى تعالى بس نفس المشكله. فبلاحظ كده. طب انا افرق بينهم ازاي؟ ان انا بدخل اي علاقه وانا فيها بطلع اسوأ ولا بطلع احسن؟ تمام. بس ليه؟ لان طبيعه اي علاقه صحيه بتخليكي طبيعيه زي ما انت، بالعكس بتطورك. طب انا اعرف منين بقى ان انا ما عنديش ثقه في نفسي؟ بدات اشك فين المشكله، فيا ولا فيه؟ هو اتغير ليه؟ البيت.
فبتحسي ان في حاجه غلط، بس للاسف اكتر البنات بتنكر ده. او بيبقوا على فكره بيبقى ساعات العقل مش عايز يصدق، اللي هو ازاي الشخص كان بيحبني بيجيب لي ورده شوكليت ومش عارفة هقول لك إيه. بقى، ده دليل ان الشخصيه دي كانت مؤذيه. انت شفتي مسلسل ورده وشوكولاته؟ بس انا ما تابعتوش، شفت منه كذا جزء. ده شخصيه مؤذيه. عارفه ان الشخصيه المؤذيه اصلا بيبقى عندها خوف من الهجر. يعني انا هعميكي في الواقع، هخلي الواقع ده انت مش شايفاه، ههتمي بيكي، مكالمات كتير، رسائل كتير، الإغراق هدايا كتير، العاطفي. بغريكي. ايوه الاغراق العاطفي اسمه لاف بومبنج. او بصي انا بشوش الواقع بتاعك عشان اخدك تبقي ضحيتي، فانت بتنبهري، ده ورد وشوكليت وده مهتم بيا، هو ده اللي انا عايزاه، اصل كنت فين؟ وبعد ما هو يعني هو بيخطط، هو قاصد. طبعا، وساعات من غير ما يبقى قاصد. دي حاجه نفسيه يعني. نفسيه، ما بيبقاش يعني في ناس بتبقى فاهمه بتعمل ايه، وفي ناس بتبقى مش فاهمه انا ليه بعمل كده. فانا عميتك وخدتك ليا، شدتك ليا، انت بقيتي بتاعتي، فانا شفتك وانت متعلقه بيا تعلق مؤذي، فابدا ارجع للنورمال بتاعي العادي بقى، اللي هو الاهتمام العادي اصلا. ايوه. فانت تبداي تقولي ايه ده، انت كده دي حقيقته، بس انت مش شايفاه، تبتدي هو اتغير ليه؟ هو ما اتغيرش، هي دي حقيقته. ايوه فاهمه؟ فانا طب انا كبنت اعمل ايه؟ ان انت تتوعي من دلوقتي. الحلو حلو، يعني انا لو ابني ناس ومحترم، او لو انا بنت ناس محترمه، هبقى كده معاك قبل الجواز وبعد الجواز، انا هو انا. طب انا كنت راسمه لك كل حاجه ومره واحده سحبت السجاده، يبقى المشكله عندي، انت شكلك مش تمام. بيبين اظن برضه في علاقته باهله كده. طبعا يعني في الاول كده ممكن مثلا يبقى يعني معاملته مع ماما، معاملته مع اخته، دي حاجه مهمه جدا جدا. اي بنت، والعكس، البنت بتتعامل ازاي مع مامتها، بتتعامل ازاي مع اخواتها. فدي نقطه، انت دي نفس المعامله اللي هتتعامل بيها في البيت، سواء ماما بقى، بابا، اخوك، انت كوبي بيست في الايه، في البيت بقى. فالحته دي برضو ناس كتير بتقع فيها. احنا لو قعدنا نتكلم عن الريد فلاجز بتاعت العلاقات المؤذيه هنلاقي حاجات كتير قوي. كتير جدا احنا حابين جدا بقى يا دكتور يعني ندخل بقى في سكه ان احنا عايزين نعرف يعني السبب الرئيسي بقى اللي هو جوانا اللي خلى العلاقات دي تجيلي. يعني انا جذبت شخص نرجسي، شخص سايكوباتيك، حد زي الشخصيات بقى اللي هي التجنبيه والحديه والناس اللي هم يعني بيبقوا متعبين شويه في العلاقات. انا من الاول اصلا جذبي للشخص ده معناه ان انا فيا حاجه اصلا كانت عايزه تتغير، او فيا حاجه ضعيفه، او فيا حاجه محتاجه انها اخد بالي منها عشان ما اكذبش الشخص ده. فاحنا عايزين بقى ندخل في السكه دي، يعني عايزين نعرف ايه اللي نغيره فينا الاول، او ايه اللي فينا، نعرف الاول ايه اللي فينا بيجذب لنا الشخصيات دي. من الاسباب الاساسيه جرح الطفوله. بيبقى في شخص ساعات بيتربى في بيئه فيها تنمر، فيها قسوه، فيها اهمال، فيها حب مشروط، فيها نقد، فيها ضرب، فهو كبر فهم ان ده الطبيعي في العلاقه، ان ده انا كده طبيعي، فبيبدا يجذب نفس الشخصيه بطريقه غير واعيه في العقل اللاواعي لنفس النمط اللي هو عايشه، كانه بيكرر القصه بس مستني نتيجه مختلفه. فاهماني ولا يعني فهماني؟ هو شايف ان ده مثلا نموذج الحب اللي هو ده اللي انا اتربيت عليه، فهو ده اللي انا هو ده. فهو مش عارف ان هو اصلا اتربى غلط، فبيجذب نفس النمط بنفس الشكل، بس حسب ما كل واحد بقى ايه، حب مشروط، اهمال، نقد، سخريه، تنمر، الحاجات دي كلها. فانا كاني بجيلك عشان اعيد نفس التجربه، عشان اشوف نتيجه مختلفه اللي انا فيها، يعني بعيد نفس القصه. فاهماني؟ بس في الواقع ان انت تفضلي تنجذبي الاشخاص كده طول ما انت ما عالجتيش نفسك اصلا. طب ده معناه كده ان انا لو انجذبت لشخص سايكوباتيك او نرجسي يبقى في عندك جرح الطفوله، دي من الاسباب الاساسيه. ده معناه ان كان عندي شخص في العيله كده، بابا بقى، ماما، في حد، في حاجه، البيئه بتاعتك ما كانتش سويه، فانت من غير ما تاخدي بالك بطريقه العقل اللاواعي بتنجذبي الاشخاص، وفي الاخر تقولي هو انا عجبت بيك في ايه. تعرفي ان بعد العلاج، بعد ما بتروحي بقى لثيرابيست او اخصائي حد متخصص، بتقولي هو انا بتربطي الاحداث بقى، تقولي انا انجذبت لده عشان ده، وبعد العلاج بتشوفي الشخصيه اللي انت كنتي بتحبيها، ايه ده، انا ازاي كنت انا كنت معجبه بيكي ازاي، وانا ايه اللي شدني ليك، وانا كنت فين، لا وانا ازاي كنت بحبك اصلا. والله كان عندي سيشن امبارح، الحمد لله، يعني عملنا اسكيب على الحته دي. انت بتقول هو انا ازاي، يعني بتشوفه وبتسرح، انا ازاي كنت بتبص له وبتسرح وبتقول ايه، هو انا ازاي كنت هو انا ازاي كنت بحبك، هو انا ازاي كنت قابله اصلا على نفسي اخش معاك في علاقه. انا ببقى سعيده جدا بالمرحله دي بقى اللي انا وصلت لها، اللي هو ده اللي انا عايزاه، هو ده اللي انا عايزه اوصله لك،
وبتبسط قوي لما بتعدي من جنب الشخصيه دي اصلا ولا كانها شايفاه يعني ولا بعد اي العلاج، احساس. بعد العلاج طبعا. الشخص خلاص ما اقعدش ان انا اجذب الشخص ده يعني، او اولا بعد الوعي. بعد الوعي وبعد مرحله العلاج في بلان خطه علاجيه بنمشي عليها حسب طبعا قدرتك بقى، اسبوع شهر شهرين حسب ما انت وحسب الجراح اللي موجوده. حسب اللي انت فيه. بس بترجعي تشوفي نفس الشخصيه اللي انت كنت مبهوره بيها، بتسالي نفسك ازاي انا كنت معاك اصلا، ازاي اقنعني ازاي. المهم انا بتبسط جدا ان بتبقى معديه من جنب الشخصيه ولا حاسه باي حاجه، اللي هو اصلا ولا حتى بتبص وراها. فاهمه هي وصلت بس لفين؟ في ناس بتوصل كده يا دكتور، انا شفت يعني نماذج يمكن ناس اعرفها يعني، يعني بيبقوا مع الشخص ده وبيبداوا زي ما حضرتك بتقولي بيبقى عندهم الوعي ومش عارف ايه وكده، وبعد كده نبص نلاقيها ارتبطت بنفس الشخص تاني، بنفس الصفات تاني، بنفس كل حاجه تاني، هي نفس التجربه. بص هي لكذا سبب. اولا ما فيش غيره في حياتها، فانا هقبل باهانتك عشان شويه الامان اللي بتديهم لي في العلاقه. يعني فاكره لما سالتيني على الفراغ العاطفي اللي هو او الاهتمام الزايد، انا الاغراق العاطفي ان انا بشوه لك الواقع، فبجذبك قوي، بعمل لك كل حاجه نفسك فيها، فانت اصلا عايزه حد يهتم بيكي كده. فانا بعد ما اشدك ليا واكد لك ان انا بعمل لك كل حاجه وبحبك وانا حب عمرك، خلاص انت بقيتي عندي ومتعلقه بيا وانا شفتك متعلقه بيا، فابدا ارجع لطبيعتي، فاتعامل بطبيعتي بقى ان انت اصلا عندي مش مهمه ومش مهم، وارد وازعلك وما اعملكيش حاجات بتحبها. فانت بتبصي ايه ده، دي حقيقته فعلا ولا هو متغير؟ في بنات بقى بتقول ايه، انا اكيد انا اللي عصبته، اكيد هو جاي من الشغل متضايق فمش عارف ايه، اكيد في سبب. لا هي دي الحقيقه بس انت مش شايفاها. في بنات بتخاف تشوف الحقيقه، ليه بقى؟ زي مثلا ام عندها اولاد، طب دي عندها ازمه ماديه، هتعمل ايه؟ مش بتشتغل، هتعمل ايه؟ هتبقى عايزه حد يصرف او في دعم عائلي او في شبكه دعم عموما في حياتها؟ مفيش خالص. اغلب الامهات والابهات يا بنتي معلش كملي عشان ولادك، مش عارف، اظن شبكه الدعم، مفيش شبكه دعم ليها. انا بموت يا بابا، اصلا انا عايشه معاه بتضرب كل يوم، بموت، بيحصل لي كذا كذا كذا. كل البيوت كده، كل حلو جميل، مش بيصرف على اولاده او مش بيصرف. مفيش انا مره في الزمن ده. والله انا مره حد جه قال لي، حماتها بتقول لها مش بيصرف على الولاد ولا بياكلكوا ويشربكوا حاجه زي كده، عايزه ايه تاني؟ ايه، ما انا كنت باكل في بيت ابويا. انا كنت عايشه في بيت تاني والله. لو الواحد مربي قطه عنده ما هياكلها. ايوه. لا هو ساعات بتحسي ان انت مش عارفه تتكلمي، مش هينفع تردي على الناس زي دي يعني. كملي انت بقى وسيبينا امشي، صعب تردي عليها. لا انا بتضرب، انا بتهان، انا مثلا مش بيصرف عليا، مش مهتم باحتياجاتي الاساسيه، الحب، الاهتمام، الاحترام، التقدير، ان انا احس ان انا عندك اصلا، انا موجوده في حياتك، دي كفايه ان انا مش هيحصل مشاكل في البيت يعني، فاهماني؟ حاسه بامان معاك. كل ده بيبقى مش موجود، معلش كملي عشان خاطر الولاد، ايه اقنعني وانا معاك يعني، كلمني بالمنطق وانا معاك. يعني بنتخانق كل شويه، مش مهتم بيا، بيسيبنا وبيسيب الولاد، بيعمل حاجات كتيره جدا وما عايزني اكمل. ليه اديني سبب وانا معاك، اقنعني. ليه؟ مين اكتر حد بيجي لحضرتك العياده؟ يعني سيدات ولا رجال اكتر؟ لا سيدات طبعا. بيبقى بيجي لي كابلز، بس الزوجه الاول بتيجي وبتحكي مشكلتها، بس انا ببقى محتاجه اشوف الزوج، لاني انا عايزه شغل من الطرفين. ففي ازواج بيقبلوا يجوا، وفي ازواج اللي هو ايه، انا مش تعبانه. انت اللي عندك المشكله يا سيدي، خد تعالى بس. ففي ناس الحمد لله متعاونه زي اي حاجه في الدنيا، وفي ناس مش متعاونه. فطبعا لو ما فيش زوج متعاون بنعمل بديل تاني لخطه علاج تانية خالص عشان نوصل ان انا هعرف ازاي اعيش معاه. بس بصراحه انا انبهرت ان في كميه ازواج متعاونين جدا، الحمد لله الحمد لله بجد والله. وطبعا بيجي لي بنات لسه مخطوبين بقى ولسه، طب هنعمل ايه في حياتنا، طب هنمشي ازاي. الحمد لله الحمد لله. بس هو يعتبر يعني معظم السيدات هم اللي بيعانوا يمكن عشان حضرتك قلتي ان احنا في مجتمع يعني ادى للراجل شويه صلاحيات كده، يمكن حريه زياده. يعني مش راضيه اصلا. بس عايزه اقول لك برضو جزء من الرجاله، مش كل الرجاله، مش عايزه عنها، بس في تعاون جامد من الازواج. عندي كابلز كتير، عندي ناس لسه هيتكتب كتابها مخطوبين، عندي بنات في الجامعه
لسه شاء في الله. لاف ستوري بقى آه. وقرايه فاتحه والحاجات اللي لسه في الاول. فطبعا الاثنين بيبقوا محتاجين هنعمل ايه قدام، ما شاء الله نتعامل عليهم، ازاي. كويس قوي ان هم يبقوا باين من الاول كده يعني هم حابين ان هم جدا جدا. يبقى بصي علاقتهم بصراحه كويسة. البنات بهرني، البنات لاني عايزه تعيش، عايزه تحب وتتحب، عايزه تحس ان انا مهمه عندك وانت مهمه عندي. لا وبتدور على الحلول اهي. والازواج كمان الستات الازواج الزوجات انا عايزه حل، اعمل ايه بقى معاه عشان هو عامل كذا كذا كذا، فاهمه؟ يعني كل ست بتبقى عايزه تلم بيتها، تصلح جوزها، في استقرار، في امن، في اسره بتكبر، في سند، في كل حاجه. فبيجوا فعلا وانا ببقى مبسوطه منهم جدا لان كميه كبيره منها بتبقى متجاوبه. طب ايه حل بقى ايه حل الشخص يعني اللي هو موجود في علاقه انا دلوقتي هو موجوده في علاقه مؤذيه وشايفه انها مؤذيه، اعمل ايه قبل ما اقرر طبعا ان انا اخرج من العلاقه باي شكل من الاشكال؟ اعمل ايه عشان يعني اكون عملت اللي عليا زي ما بيقولوا، يمكن الدنيا تتغير؟ يعني اعمل ايه الاول؟ اول حاجه ان انت ما تنكريش اللي شفتيه. 3/4 المشكله ان انا شايفه لا بتهيألي لسه متعصب. هو اصلا طب بيحب رمي امبارح علقه بس بيحبني والله، عارفه انت؟ لا شوفي الحقيقه، ما تنكريش اللي شفتيه. هو يعدل سلوكه في 1000 طريقه يتعامل بيها معاكي غير انه يهينك ويمد ايده عليك. دي حاجه. تاني حاجه حطي حدودك، قللي تواصل، شوفي رد الفعل. لو رد الفعل فيه غضب، تهديد، في ان هو بدأ بقى يطول ايده ولسانه، لما بس لمجرد انك بتحطي حدود تقولي له انا مش قابله السلوك ده معايا، يبقى اوريدي في مشكله في نمط العلاقه اصلا. اجري يا مجدي، عارفه؟ اجري يا مجدي. العلاقه بانت اهي، فتجري بقى فورا. بس لازم يكون عندك شبكه دعم اللي قلنا عليها، اب واعي، ام واعيه، اخ يشوف فين المشكله، ثيرابيست، حد متخصص. نعمل ايه؟ ما هو لازم، ما هو ما انت هتعملي ايه؟ ما هو لازم. تبقى يمكن تلاقيهم لوحدهم في الدنيا، يعني يعملوا ايه؟ انت تقدري تحمي نفسك لان انت ما تستاهليش حد يعملك كده، واصلا انت اتخلقتي ربنا كرمك، فانت ازاي تقبلي ان حد يهينك؟ شفتي الفكره فين؟ وبعدين اكتر نقطه مهمه بالنسبه لي ان انت ترجعي تعالجي جذور المشكله عندك، ان انت ازاي تقبلي علاقه مؤذيه زي دي. ايه اسبابك انك تقبلي علاقه مؤذيه زي دي؟ فانت عندك مشكله اصلا في الاول، فتتعالج عشان ما تجذبيش ليكي شخص تاني بنفس الانماط او بانماط مختلفه بس كلها مؤذيه. احساس الست بانها مش مستحقه مثلا علاقه كويسه او الاستحقاق، قانون الاستحقاق فظيع. انا استحق ده، زي ما كنت بقول لك من شويه، انا رحت اشتري هدوم في ده وفي ده، فانت بتشوفي نفسك ايه؟ انا هحوش واجيب ده لان انا عايزه ده، انا استاهل ده. طب ما اجيب هيبوظ في تاني غسله والله هيبوظ. بس انت استحقاقك لنفسك. انا بدي مثل، انا استحق راجل يحترمني، استحق راجل يحبني ويهتم بيا ويهتم باولادي انا استحق ده، مش هاخد اقل من ده. انت شايفه نفسك قليله فبتقبلي باي حاجه قليله. طب انا شايفه نفسي استحق، يبقى هاخد اللي انا استحق. مظبوط. يبقى هي العقليه من الاول، هي لازم تتغير الاول، عقليه الشخص اللي هو بيتاذي ده. طبعا نظرتك للامور بتجذب ليكي اللي جواكي. يعني انت جواكي حاجه بتجذب، فاهماني؟ حاجه كويسه او حاجه يعني مش كويسه. اعتقد انها بتبقى زي ثغره كده انك مش بتبقي شايفاها، فاهمه؟ زي بالظبط ايه، انا جعانه جدا، اخش اي مطعم، ولا مثلا في حاجه في مطعم محترم بيعمل اكل نظيف، انا متاكده ده ان انا اروحه، انا هاكل اي حاجه عشان ما اعرفش اعمل كذا كذا، فانت شايفه انك تستاهلي ده. لا استني، انا هروح المطعم ده لاني صحي، ولاني انا مش عايزه اتعب جسمي، مش عايزه ادخل امراض، ومش عايزه فانت شايفه نفسك كده، فانت هتروحي للحاجه الصح. فاهماني؟ انا طبعا بدي مثل، بس في النهايه الاستحقاق ده قانون بيجذب ليكي كل حاجه حلوه ليكي، ان انا استحق. طيب يعني احنا كده بفرض ان احنا خلاص يعني صدقنا وفهمنا ان احنا في العلاقه دي، وعملنا اللي علينا وحاولنا ورحنا للثيرابيست والكلام ده، وخلاص حاسين بقى ان احنا لسه بنتهان. لا لسه مستحيل تروحي للثيرابيست او حد متخصص وتطلعي منه زي ما دخلتي. انا قصدي يعني لو طبعا لا اكيد الثيرابيست، انا بتكلم لو حتى يعني عايزه انهي العلاقه او عايزه اخرج من العلاقه. بتخرجي لو العلاقه
بصي اعرف ازاي يعني ان هو كان خلاص ان انا هنا خلاص بقى يعني ايه مع وصلت الليميت ان انت لما بتتكلمي معاه مثلا ان هو بيضربك او بيهينك، او مثلا انا بدي مثل وهو مش معترف اصلا انه غلطان، فاهمه؟ لا هو كده ومفيش غير كده، فانت اصلا ما حطيتيش حدود ورفضتي سلوكه ده. انت ساكته ليه؟ فين رد فعلك اصلا؟ فين؟ هو لازم يشوف رد فعلك ايا كان بقى، دخلي ماما دخلي بابا، اقفي له انت. في رجاله بتشتغل على نفسها وما بتعملش الغلط تاني، يعني ده زعلك طب حقك عليا، انا وعدك هشتغل على نفسي في الحته دي ومش هعمل ده، واوريدي بيشتغل واوريدي في نتيجه انا بشوفها عندي في العلاجات، بشوف ده، ببقى فرحانه جدا ان راجل اعترف ان انا غلطان في حاجه زي دي وشغال عليها. يعني ان شاء الله عندي كذا حاله انا مبسوطه منهم جدا. ففي حد متعاون عايز برضو يلم الدور ويحمي بيته ويحمي اسرته وبيشتغل على نفسه، وفي ناس تانية لا. فانت اختاري هتعملي ايه، هتبقي مع الراجل اللي يصلح معاكي، ولا تبقي مع الراجل اللي شايف اصلا ان انت اللي فيكي المشكله، انت تعبانه. يعني كان مره حد بيقول انا، انت عايزه تروحي للدكتور نفسي روحي انت، انا مالي. ايوه انا هناك بسببك حضرتك اصلا تعرف مفاجاه انا هناك بسببك. ففي راجل طب انا عملت ايه ويجي فين المشكله، طب انا قصرت، طب انا المفروض اتعامل ازاي معاها عشان ما تحسش كده تاني، برافو تعالى اقول لك نعمل ايه. طيب انا اصلا 100 انا سليم، المشكله عندها، شوفي مالها، في باب هناك اجري بقى ما ترجعيش فاهماني؟ انا ما اقدرش اغير حد مش شايف نفسه غلطان. انا شخصيا ما اقدرش اغير اي بني ادم هو مش شايف نفسه غلطان. طب شايف نفسه غلطان، يلا بقى نعمل بلان كده نمشي عليه عشان يبقى حد تاني. فاكره لما سالتيني دلوقتي قلت لي في شخصيات نرجسيه بتتغير، في هو 90% لا، بس في 10% شغالين الحمد لله يعني. في فده حاجه حلوه، انا معترف ان انا عندي مشكله 1 2 3، حلو جدا انت اعترف، تعالى بقى اقول لك انا تعمل اعتقد ايه. اللي بيعترف ده اصلا مش نرجسي، يعني الشخص طبعا النرجسي قوي ده لما بيتهيألي مستحيل. في سواء نفسي وحبه شاف ان هو نورمال طبيعي فعايز يرجع زي كده وبقى بينتقد نفسه، فيجي يقول مثلا لو في زوجه متجوزه زوج نرجسي وبعدين هي جت قالت بيعمل معايا كذا وكذا وانا جبته اتكلم معاه، فيبدا يقول فعلا انا بعمل كذا. طبعا انت انماط شخصيتك كذا 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 ومحتاجين نغير 1 2 3، فبيبقى متعاون جدا. ففي مش لا في بس قليل. طيب ختاما كده قولي لي بقى ايه، قولي لي احنا طبعا بما اننا بودكاستا وبما اننا متحيزين للسيدات والبنات فقولي لهم كده، يعني قولي حاجه، رساله دايما بنقولها في الاخر كده بتوجهيها للبنات والسيدات يحموا نفسهم ازاي ويعرفوا ازاي الشخص السام ده. ان هي لازم تعرف ان هي تستحق الافضل، ربنا خلقك كرمك، فاهمه؟ فبابا بيعاملك كويس، ماما بتعاملك كويس، بصي ايا كان البيئه اللي انت شفتيها بره البيت انت تستحقي معامله حلوه. يعني خلي الام والاب في حته تانية، بس بره باب الشقه لما بتقابلي ناس انت تستحقي معامله كويسه، سواء من صاحبه، من صديقه، من ولد اتعرفت عليه، من دكتور في الجامعه، من مستر في انت تستاهلي احترام. اي حد بيقلل منك ابعدي عنه. اصلا الانسان بيميل لاي حد بيديله قيمه، على طول مغناطيس بيروح له. اي حد بيقلل منك ايا كان دي علاقه سامه، اي حد بيهينك بيكذب عليكي دي علاقه سامه، سواء بقى ايه صاحبتك جارتك المستر اي حاجه. فانت لازم يكون عندك قانون الاستحقاق. والاهل كمان، في اهل صعبين بس بره الاسره، يعني الاهالي مش الاسر، يعني فاهمه؟ عم خال هو ساعات برضه انت عارفه الاسره برضه ساعات بيبقى فيها ممكن الاب والام ساعات بيبقوا مؤذيين. الاب والام بصي الاب والام ليهم قيمتهم بعيدا عن ان هم بني ادمين بيغلطوا، فنفرق. عشان كده بقول لك الام والاب ليها قصه تانية، ليها حوضه تانية. لكن اي حد بره لا، استنى بقى انت بتعمل معايا كده ليه؟ مين اداك الحق اصلا انك تعمل معايا كده؟ انت بتتكلم معايا كده ليه؟ انت بتمد ايدك عليا ازاي؟ فاهماني؟ فنفرق ان انا استحق وان انا ما اظلمش امي وابويا، هم في الاخر بشر، انسان عادي بيغلط، ليه يعني في طفولته ما تعرفيش شاف ايه، ليه عيوبه ليه مميزاته، هو بشر. فانا اشيل قيمه امي وابويا على جنب، هما كده كده امي وابويا، والخلافات بقى اللي فيه او المشاكل اللي فيه دي بقى هنصلح. في اب متعاون، في ام متعاونه، وفي اب وام مش متعاونين. يعني انا بشوف حاجات بيبقى بجد من قلبي الله يكون في عون الولاد، والعكس يبقى في ولاد بيطلعوا عن اهاليهم. بس ساعات بشفق قوي لان الام بتدي قوي قوي، بيبقى في اولاد
ما فيش، مش شايفك اصلا يعني. دي الحاجات دي بتصعب عليا جدا. ما هو دول اللي بيطلعوا الشخصيات المؤذيه بعد كده. وبتلاقي الاب هو اللي عمل كده، العم هو اللي عمل كده. بس في الاخر انت حبي نفسك، انت تستاهلي انك تتحبي وتتقدري، تستاهلي حد يحبك، تستاهلي تعملي اسره كويسه سويه. بس انت كده كده هتكملي. في حاجات هنعمل عليها سكيب ونعديها، في حاجات هنقف عندها بس. طب وامتى بقى نقول خلاص اجري يا مجدي؟ لما خلاص انت واجهتي الشخص ده وقلتي له، حطيتي حدودك بقى زي ما قلت، ازاي تتعامل معاه بالشكل ده، انت ازاي تتكلم معاه بالشكل ده، انا مش قابله الطريقه دي، انا ليا احترامي. فتحسي انه بيقلب عليكي الترابيزه، جاز ليفتنج بقى، تلاعب نفسي. انت المشكله فيكي، وانت ايوه بص، انا وانت في جنب ضد المشكله. لا، ايه اللي بيحصل؟ بنسيب المشكله على جنب، انت اللي انت اللي لا، يبقى هنا في حاجه غلط. ايه الصح؟ طب هنعمل ايه في المشكله دي؟ هنعمل ايه في المشكله دي؟ فاهماني؟ فبتفرق. وان شاء الله نعمل حاجه كويسه قريب باذن الله. ان شاء الله يا حبيبتي. نظبط بيها البنات باذن الله. باذن الله. شكرا لك والله، شرفتيني. وان شاء الله قريب نشوف حاجه جديده. حبيبتي ما تحرمش منك ابدا. شكرا ليكم، وان شاء الله نشوفكم قريب في حلقه جديده مع بودكاست.